طبق رمضان عنا بمطبخنا كل يوم طبخة جديدة طبق اليوم مرقة دجاج وملوخية رز وسمنة وشعرية طبق رمضان حضر معنا طبخة أوان عالطبق اليوم يا سلام. طبق رمضان يا ليل صيد العصاري يا سمك يا بني تلعب بالمية لعبك يعجبني يا سمك بني. مساء الخير، عرفتوها شو هي الطبخة؟ سمك مو بني بالزعفران. بنروح هلا بنلتقي مع الشيف عبد اللطيف العبيدي وبنشوف كيف هالطبخه بتتحضر. يا شيف وينك انت؟ ملا انت يا شيف عبد، شو قصتك اليوم؟ اهلين شيف عبد، كيفك؟ صرنا زمان ما شفناك، ايه شو قصتك اليوم؟ تأخرت لأنه عم صيد السمك، لأنه اليوم أكلتنا فيها سمك. قصدنا سمكات اليوم. الأكلة هي شرائح السمك مع الفطر والزعفران. ايوه. المقادير مثل ما لنا شايفين: كيلوغرام شرائح سمك، 300 جرام فطر مقطع، حبتين جزر مقطعين ومنضفين، مكعبين دجاج ماجي، بار أبيض، زعفران 3 جرام، طحين 150 جرام، معلقتين سمنة لافاج كيري، بصلتين مفرومين، 5 حبات ثوم مقطعين، ملح، ورق غار، وفي عندنا 3 أكواب رز من رز صن وايت. وهلا منباشر بالتحضير. حضر معنا طبخة أوان عالطبق اليوم يا سلام. طبق رمضان. أول شي بنجيب الصينية. نجيب الصينية. هلا نتبل السمك. بنتبله يعني بشو؟ نحط له التوابل. رشة ملح صغيرة. نقلبهم على الوش الثاني ولا بكفي هيك؟ هلا بنخلطهم كلهم مع بعض. بهار أبيض. هي رح نقلبهم كمان. أنا ذكرتك مو هيك؟ طبعا. نضيف البصل مفروم. ثوم مقطع. الجزر المقطع. مقطع كمان. ناخذ ورقتين غار. كل هذا الشيء اللي حطيته بالصينية يعني بيعطي نكهة كتير ظريفة مو هيك؟ طبعا هي منكهات للسمك مشان الزنخة تبعه كمان. هلا بنضيف شوية مي. يعني ليش هو هي المي مثلا؟ المي هلا مشان ياخذ صلصة تبعه، مشان ما يحترق السمك قبل الفرن. طبعا نغطيها هلا بورق الألمنيوم بشكل محكم. دخله على الفرن. شيف عبد هلا بدك تدخل الصينية على الفرن؟ نعم. أصبح بس دقيقة. سمعونا الفاصل.
طبق رمضان عنا بمطبخنا كل يوم، طبخة جديد الطبق اليوم، مرقة دجاج وملوخية، رز وسمنة وشعرية. طبق رمضان. طبعا هلا حطينا السمك بالفرن، بده شي 10 دقائق ليصير مستوي تقريبا. نستغل الوقت وشو نستغل نعمل؟ الوقت، بنساوي الصلصة تبعه. أول شيء بعد شعل البوتاغاز طبعا ناخذ معلقة سمنة لافاش كيري. تفضل. وهي السمنة لعيونك. يسلم. ومن ثم نحرك السمنة، خليها لتسيح شوي. هلا بنضيف الطحين. طحين. بنحرك شوي شوي لحتى ما يجبل الطحين وما يحترق، ونضل منحرك لحتى يصير لونه شوي زهر. وهلا صار لازم اعطيك المي. ممكن تضيفي معي المي شوي شوي لو سمحتي. والله انا اللي بضيف المي، بس كيف بدي احسب شوي قد شوي ايه؟ انا بقول لك. طبعا موضوع اضافه الماء هذا بيعتمد كمان على الخبره، بتصير ست البيت يعني لحالها بتحس قديش لازم تضيف. شوية مي لو سمحتي كمان. حطي ايدك، تفضل نحط ايدك. ايوه كافي. هلا بنضل عم نحرك. طبعا النار هادية مشان ما يحترق الخليط. ممكن اخذ مكعبين من الدجاج ماجي لو سمحتي. طبعا. هلا انت بتحركي وانا راح اضيفهم، شو رايك؟ ماشي، موافقه. طيب شو رايك هالمره انا اللي ضيفهم؟ تسمح لي؟ تفضلي خليني ساعدك. يا سلام. تمام. المكعب الثاني لو سمحت. يلا. وبنعمل هيك بسرعه، بنحرك بسرعه مشان يصير الخليط متجانس. ليش تعصب انا؟ ليش؟ شوي شوي حبيبي. لا قلت لي لما نصلصت مكعب. مضبوط. تمام اشتغلت. شكرا يعطيك. اسمح لي هلا اغسل ايدي، كمل لوحدك لو سمحت. هلا بنضيف الفطر للمزيج. نحرك. يمكن ما حطينا ملح للصلصه لانه استعملنا نحن مكعبات مرق الدجاج ماجي كافي. هي مزبوط. هلا بناخذ زعفران. نضيف زعفران. نحرك. وهلا شو بنساوي شيف عبد؟ هلا المزيج بده شي 3 دقائق على النار، وبعدين بدنا نستنى السمك ليستوي، نطلعه من الفرن، وبعدين بتكون طبخه جاهزه. لا بهيك حالة نحن كثير مضطرين للفاصل. طبق رمضان عنا بمطبخنا كل يوم، طبخة جديد الطبق اليوم، مرقة دجاج وملوخية، رز وسمنة وشعرية. طبق رمضان. رح نقدم لكم رز صن وايت ابيض. المقادير مثل ما بنعرف، في عندنا 3 اكواب رز للرز الابيض صن وايت. رح ناخذ لكل مقدار معلقتين سمنه لافاش كيري و2 مكعب دجاج ماجي. هي المقادير. طبعا لكل 3 اكواب رز صن وايت حيكون 4 اكواب ماء. رح نبلش هلا بالتحضير. هلا بنسيح السمك لافاش كيري. اخذنا لكل عيار معلقتين. طبعا بنوه انه الرز صن وايت طبعا رز نظيف، بس بنغسله بمي. بنضيف الرز للسمنه مشان الرز الابيض بنحمصه.
طبعا مع التحريك بنقلب الرز، بنضيف ليار المي تبعه. اعتكر شوي. هلا بنضيف مكعبات مرق دجاج ماجي. طبعا نحطهم بهالشكل هاد، فتتهم ناعمون مشان يسهل الذوبان تبعهم. ما بنحط الكبيوبس بقطعة واحدة. نحرك شوي. حزروا شو في بقلب هالصينية وخدوها. تعدي وشك بس شوي. هلا هيك صارت الأكلة جاهزة تقريبا؟ هلا السمك صار جاهز. طبعا انا ضفت للخليط مكعب مرق دجاج ماجي مع الجزر والثوم والبصل مشان يعطيها نكهة. هي جديدة شيف عبد. بس الصلصة تذكرنا شوي فيها وانت عم تحضر او عم تسكب الصحن، كيف صارت ممكن؟ الصلصة هلا بنشوفها صارت جاهزة. ضفنا لها كمان مكعبات ماجي. عفوا. هي الصلصة مو هيك؟ هي الصلصة هلا صارت جاهزة. طبعا مع السمك بنقدم رز صن وايت ابيض مجهزينه نحن مسبقا كمان. هلا بنشوفه محضر بسمنة لافاش كيري. هلا بنسكب الصلصة. عم نسكبها فوق السمك؟ فوق السمك مو فوق الفتوش. هلا بنزين الصحن. نكهة شهية وريحة كتير كتير ظريفة. شو السبب يا ترى؟ ليش هيك ريحته كتير طيبة؟ بقدونس، ريحة الزعفران بتعطي ريحة كتير حلوة. ريحة الرز ليش هيك؟ الرز حلو كتير لأنه محضر بسمنة لافاش كيري كمان. يعني مو لأنه أنا ساعدتك بطهو. أكيد. صرني ساعة عم حاول استدرجك لتقول كلمة يعني هيك، بس ما في مجال. هلا صار هيك طبق اليوم جاهز. شرائح السمك مع الفطر والزعفران نقدمها مع رز سن وايت اللي محضر بسمنة لافاش كيري. أبيض أبيض بدون شعرية. بدون شعري. ومنقولها سوا للمشاهدين. صحتين وعافية، وإن شاء الله بنشوفكم بكرة مع طبق جديد. طبق رمضان عنا بمطبخنا كل يوم، طبخة جديدة طبق اليوم، مرقة دجاج وملوخية، رز وسمنة وشعرية. طبق رمضان حضر معنا طبخة أوان، عطبق اليوم يا سلام. طبق رمضان.